الحكاية المرة دي غريبة شوية، بتتحول من واحد عايز يقتل مراته لحب كبير هيحصل. جاهز للحكاية؟ بتبدأ الحكاية بمخرج فاشل وبيكون اسمه دان، وبيكون بيخرج إعلان وسايب كل حاجة ومش فارق معاه أصلا. ولما بيخلص بيقول لهم تمام كده زي الفل، وبيجي الإنتاج بيقول له هنعيد عشان الموبايل مش ظاهر، فبيتضايق وبيقول له تمام. بيخرج وبيكلم واحد في الموبايل وبيقول له على ميعادنا بعد الساعة 1، وبيروح لوالده وبيعرفه إنه هيخرج هو ومراته رحلة للغابة، وبيكون عندهم بيت هناك، وبتكون هي دي الخطة اللي هيخلص بيها على مراته. فبيقول له والده خلي بالك من مراتك، وبيرجع البيت وبيخبي الحاجة اللي هيخلص بيها. فبتيجي مراته واللي اسمها ليزا، وبتكون ممثلة، وهما الاتنين مش طايقين بعض، بيتحركوا وكل واحد مش عايز يتكلم مع التاني. ولما بيوصلوا بيبدأوا يجهزوا كل حاجة، وبيحاول يبين دان انه مبسوط. بينزل البدروم وبيشوف الاسلحه وبيرتب كل حاجه تحت عشان الموضوع يبان طبيعي. فبيقعدوا ياكلوا قدام البحيره في جو رومانسي. طيب امال عايز تقتلها ليه يا ابني؟ وبعد يوم بنلاقي دان بيلم حجر وبيحطه في الشنطه، وبيحاول يخلي الشنطه تبقى تقيله. وفي الناحيه التانيه ليزا بتكون بتراجع المشهد، وبيروح دان يحط الشنطه في اللانش، وبيرجع العربيه وبياخد عده الشغل، وبيرجع البيت وبيكون معاه مخدر ومنديل، وبيروح عشان يخدر ليزا. ولكن المفاجأة هنا بتكون ليزا معاها صاعق وبتكهربه. ده ايه الحلاوة دي؟ كل واحد عامل للتاني خطة كاملة عشان يموته. بيفوق دان بيلاقي نفسه مربوط وعامل حمام على نفسه، وبتقول له ليزا بقى انت عايز تقتلني ليه كده يا دان؟ فبيعرفها بقى انها خانته، وانه عارف كمان انها على علاقة بواحد تاني. فبتعرفه انها عملت كده لانه فاشل، وكمان بقاله سنتين مقربش منها. فبيعرفها انه عمل كده عشان هي طول الوقت شايفاه قليل، وعشان كده ما كانش بيقرب منها. بتعرفه بقى انها كمان كانت بتخطط لقتله لما كانت مع زميلتها، وبتقول لها انها كانت طالعه رحله صيد مع دان، وهي معروفه انها مش بتحب الاسلحه اصلا، فعشان كده هقتلك من غير ما حد يعرف. فبتكون خلاص هتقتله، بتتفاجئ ان في شخص جاي من وراها ومعاه مطرقه، وبيكون اسمه هنري. وبنرجع بالزمن 5 ايام، وبيكون دان بيتفق مع هنري وبيعرفه انه يجي الساعة 1 عشان يخلص عليها ويخفوا اثار الجريمة. وبيكون المقابل ان ليزا مأمنة على حياتها ب100,000 دولار، هو النص وانا النص. وبس كده بتفوق ليزا بتلاقي نفسها مربوطة. شوف بقى مكر الحريم، بتعرف من هنري انه هياخد من دان 50,000 دولار بعد ما يقتلها، وان ده التأمين بتاعها. فبتعرفه ان دان ضحك عليك لان التأمين بتاعي 1,000,000 دولار. فبيقلب على دان وبتقول له انها هتديله نص مليون بس يخلص على دان، وبيقلبوا هما الاتنين على بعض. وبتفك ليزا نفسها، وهما الاتنين بيكونوا ماسكين السلاح وبيضربوا هنري وبيخلصوا عليه بالغلط. فبتقول له ليزا انت اللي قتلته. فبيشرح لها دان انه كان ماسك السلاح كده، وبيتفاجئ ان معاه السلاح اصلا، وبيوجهه ناحية ليزا فبتضربه وبتجري منه. بس بيوصل لها وبيجي يضربها بالسلاح بيكون فاضي، وبيطلع الطلق عشان يعمر السلاح. بتلاقي ليزا سكينة على الارض، بتيجي ضرباه في رجليه، بتاخد هي السلاح ولكن بتضرب الطلقة على الفاضي. بتهرب منه في الغرفة، وبيفضلوا هما الاتنين ماسكين السلاح لحد ما بتضرب طلقة في السقف. بيلاقوا حد بيصرخ وبيفضل يتنطط لحد ما السقف بيقع عليهم. بنرجع بالزمن 3 ايام، وبيكون في 2 حراميين ومعاهم واحدة من الشرطة هربانة معاهم في الغابة، وبيشوفوا البيت بتاع دان وبيلاقوا المفتاح محطوط فوق الباب. بيدخلوا وكأن البيت بيتهم، لحد ما بيوصل ليزا ودان بيطلعوا في المخزن فوق، وبيفضلوا مستخبيين فوق. وبيكون المعلم هو والبنت بيلعبوا افلام، وليزا ودان بيموتوا في بعض لحد ما الطلقه بتيجي في لا مؤاخذه. بيفوقوا هما الاتنين بيلاقوا نفسهم مربوطين. بيسالهم دان انتوا مين؟ بيقول له انا المخفي، ودي المخفيه، وده العو، وهربانين من السجن، ودي من الشرطه وهربت معانا عشان حبت، كنا محتاجين فلوس بس مش اكتر. فبيقول له دان ان في 45 دولار فوق في المحفظه، خدهم كلهم. بيقول له متشكرين والله، مش عارف اقول لك ايه. فبتقول له ليزا انها معاها 200 دولار كمان، خدهم كلهم. بيقول لها والله كل الكرم وبنت ناس، انا محتاج الفلوس اللي في البنك يا حلوه. بيفضل بقى يعذب في دان، وبيخلي العو يعمل معاه حاجات وحشه عشان ليزا تتكلم، ولكن مفيش فايده. بس بيكون خلاص هيقتله. بتعرفهم انها معاها 50,000 دولار وبكره هتسحبهم، بس محدش يقرب منهم. بيربطهم في البدروم وبيكونوا قاعدين قعده صفا، وبتقول له ليزا انها اسفه وهي كانت غلطانه انها عملت كده، بس انت السبب، انت اللي محاربتش عشاني وسبتني، وكنت ممكن تخليني اشتغل معاك، بس خلاص مفيش فايده، بكره
هياخدوا مننا الفلوس وهيموتونا. بس دان لما بيسمع كده الشهامة بتاخده وبيجيب كرة البلياردو وبينادي على حد عشان يجي، وبينزل العو وبيقول له انا عايز ادخل الحمام. فبيقول له اعملها على نفسك يا عم. فبيقول له تقيلة وهبوظ الدنيا. بيخليه يدخل الحمام، ولما بيخرج بيلاقي انه خالع الجزمة، وفجأة بيجي ضربه بالشراب وبيخرج من الشراب كرة البلياردو، وبيسيب السكينة الليزة عشان تفك نفسها، وبتخرج بسرعة من الباتروم. وبينزل المخفي هو والمخفية بيلاقوا العو مضروب. بيقول له قوم يا بغل، وبتخرج بسرعة ليزا وبتستخبى ورا الشجر، وهم بيروحوا يدوروا عليهم في الغابة. وبتروح ليزا عند العربية ولكن مش بتلاقي المفاتيح، وبتدخل عشان تجيبهم من جوه. والمشكلة ان العو الكشاف بتاعه بيفصل. بيدخل عشان يجيب بطارية، بيلاقي ليزا. بيقول لها مسكتك يا حلوة. فبتقول له هديك الفلوس ليك لوحدك. فبيقول لها لا. فبتضحك عليه وبتعرفه انها حامل. والمشكلة ان دان بيسمعها وبتحاول تترجاه، وهو ابدا هيقتلها يعني هيقتلها. وبيهجم عليه دان وبيضربه بالحديدة في دراعه. بيخرجها عادي وبيفضل يضرب في دان لحد ما بيعدمه العافية. وبيمسك ليزا يدخلها في المطبخ، وبيكون عامل زي الطور الهايج. بياخد سلك الكهرباء وبيكون خلاص هيقتلها. بيروح دان ياخد السلاح، بيجي ماسكه وبيفضل يخنق فيه. بتروح ليزا تجيب سكينة وبتيجي مدخلها في ظهره، ولا الهوا بيكمل خنق برضه. بتروح تجيب السكاكين كلها وبتفضل ترشقها في ظهره، وهو ولا هنا. وبيقوم عشان يخلص عليها. بيجي دان ضربه بالحديدة في رقبته. هو انت ايه يا جدع ما تموت بقى. بيجي المخفي والمخفية بيلاقوا العو مقتول، وبيكون دان وليزا مستخبيين في الخزنة. وبيقول لها دان انه سمعها وهي بتقول انها حامل. فبتقول له لا ده انا كنت بضحك عليه. بيقول لها بجد بس انت كنت ممثلة شاطرة. فبتقول له انا مبسوطة قوي انك انقذتني. وفي الناحية التانية المخفي بيكون قرب يوصل لهم، وبعد الكلام اللي سمعه دان بيبقى عامل زي الطور. بيهجم على المخفي وبتهرب ليزا. ولما بتخرج بتيجي المخفية ضرباها، وبيخرج دان وبيجي ضرب المخفية في العمود الفقري. ولسه بيقول لها يلا نهرب، بنلاقي المخفي نازل عليه من فوق. بيفضل يضرب فيه لحد ما ليزا بتضربه بالشوكة في جنبه. والمشكلة بقى انها بتتفاجئ بالعو وراها. يا دي النيلة، هو انت ايه يا جدع. المخفي بقى بيخلع الشوكة وبيكسرها وبيدخلها في ايد دان. طيب انا ذنبي ايه. وبيروح مشغل المكنة بتاعت النجيلة، وبيكون حالف انه يقص دان لحد ما بنلاقي عربية جاية وبيجي خابط المخفي. وبيكون والد دان. وبنرجع بالزمن 6 ساعات، وبيكون في راجل عجوز ماشي بالجرار بتاعه، وبيلاقي ان في حد في بيت دان. بيرجع البيت بتاعه بسرعة وبيرن على والد دان، وبيقعد يتكلم معاه 3 ساعات عشان يقول له ان في حد في البيت بتاعه، وكمان عمالين يكسروا فيه. وبنرجع لوالد دان وبياخد السلاح وبيضرب البغل بيطير دماغه. بس بتيجي المخفية ضرباه بالسكينة في ظهره، فبيضربها والنار في رجليها بيقطعها. وبيهرب دان وليزا بالعربية، بس المخفي بيفضل يضرب عليهم نار لحد ما بيدخلوا في الشجرة. وبيفوق دان وبيقول لليزا تروح على اللانش وتهرب بسرعة، وبيعرفها انه لازم ينهي الموضوع ده. وبيروح المخفي للمخفية وبيقول لها اننا لازم نسيب بعض. فبتقول له انت حيوان وخاين. وبيروح للعربية بيلاقي ان ما فيهاش حد. وبتروح المخفية عشان تعالج رجليها اللي اتخرمت يا عيني. وبعد ما بتعالجها بتلاقي دان كسرها تاني، وبيقول لها انت لازم تموتي عشان البشرية ترتاح منك. فبتترجاه عشان يسيبها، بس خلاص فات الاوان. بيضربها بالسلاح بيخرم دماغها، وبيخرج بسرعة عشان يلحق ليزا. وبيلاقي ان المخفي خدها في اللانش وهرب. وبيروح بسرعة يمسك في الحبل بتاع اللانش، وبتفضل ليزا تتكلم معاه لحد ما بيجي دان خابط دماغه في اللانش. وبتفك ليزا نفسها، والمخفي بيكون اقوى منهم هما الاتنين. وبيفضل يضرب في دان، وبتلاقي ليزا المسدس بتاع الشعاع. فبتقول له خلاص كده. بتضربه وبتيجي في الموتور بتاع اللانش. يا ريتك ما نشلت. بيجي ضاربها وبيفضل يخنق في دان بالحبل، وبيكون خلاص هيموته لحد ما بتلاقي ليزا الشنطة اللي دان مخبيها. بتيجي خانقة المخفي بدراع الشنطة، وبيمسكوا دان وبيرميه في المية، وبيخلصوا من المخفي أخيرا. والمشكلة إن الحبل بيتعلق في رجل دان وبيقع في المية، ومش بترضى ليزا تسيبه وبتنقذه. وبيخرجوا هما الاتنين في قصة حب عظيمة. وبيعرفها دان ان كل حاجة انتهت، بس ليزا بيكون عندها فكرة جامدة بتستغل الموضوع لصالحها. والصحافة لما بتيجي هي والشرطة بتفضل تعيط عشان تصعب على الصحافة، والاعلام بيتكلم عليهم. وبيحولوا القصة اللي حصلت معاهم لفيلم، وبيكون المخرج دان والممثلة ليزا. وبينجح الفيلم وبيرجعوا لبعض من تاني، وبيتحول العلاقة من كره لحب كبير. وبيخلص الفيلم على المشهد ده. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.